ليس مكانا في العالم الآخر تقذف فيه الأرواح. يعني ماذا لو كان الجحيم بكل بساطة هو الآخرون الذين نعيش بينهم؟ هذه فكرة مرعبة حقا، وتثير قشعريرة في الوعي حين نتأملها. بالضبط، هي مرعبة لأنها تجعلها نتساءل كيف يمكن للإنسان أن يتحول إلى مجرد دعونا نقول شيء أو أداة. وهذا بالضبط ما سنغوص فيه اليوم في رحلتنا المعرفية الجديدة. نعم، ومهمة هذا الغوص المعرفي اليوم ستكون شديدة الكثافة. نحن نستند إلى مقتطفات من نص يحمل عنوان الإرادة المعرفية في مواجهة القمع، وهو للكاتب ريبير هابون، صحيح؟ صحيح تماما، وهو مأخوذ من كتابه الحب وجود والوجود معرفة. سنسعى من خلال هذا النص لفهم الصراع الأزلي بين الإرادة المعرفية الحرة وقوى القمع والأنظمة الشمولية. وأيضا كيف تتشكل ثنائية الأنا والآخر في هذا السياق المعقد، وما تتركه من تداعيات تصل إلى حد الكوارث في أوقات الحروب. بالضبط. وللبدء في فهم هذا الجحيم المتمثل في الآخر، يجب أن نفهم أولاً كيف يتم تشويه الطبيعة البشرية من قبل السلطة أساساً. حسناً، دعونا نفكك هذا الأمر. ريبير هابون يضع المعرفي أو المفكر في مواجهة مباشرة مع هذا التشويه، أليس كذلك؟ بلى، هو يطرح فكرة أن المعرفي لا يجلس في برج عاجي، بل كما يقول في النص، كشف الآثار المرضية في الطبيعة البشرية هو جل ما يشتغل عليه المعرفي. إذن الهدف هو التشخيص أولاً؟ التشخيص ووضع حلول كاملة. النص يؤكد على وضع الحلول الكاملة، لا إنصاف الحلول، في بث القيم البشرية العادلة من جديد. هذا يبرز الانقسام الشاسع في الوجود البشري الذي يشير إليه الكاتب، يعني مجتمعات تبتكر وأخرى ترزح تحت البدائية. صحيح، وهذا التخلف ليس صدفة، بل هو غالباً نتاج إيديولوجيات شمولية تتحكم بالفرد وتحصر ذهنيته بالشعارات. حسناً، هنا أود أن أطرح تشبيهاً. السلطة الشمولية هنا لا تبني مجرد سجن من الجدران، بل هي، دعونا نقول، أشبه بفيروس. فيروس؟ تشبيه مثير للاهتمام، دعينا نوضحه أكثر. يعني هذا الفيروس يعيد برمجة الحمض النووي الثقافي للفرد، يحوله إلى جزء من قطيع بدلاً من كيان مستقل. الطاقات البشرية اللانهائية تتحول لسبب ما إلى إحباط وفشل. بسبب التعسف وسوء الترشيد، وهذا يتطابق تماماً مع ما يطرحه ريبير هابون، فهو يشير بوضوح إلى أن خواء ذهنية الفرد واتخاذه قطيعاً يؤدي لبروز العاهات النفسية. العاهات النفسية وشيوع مظاهر الفوضى والاغتراب المزمن أيضاً. بالضبط، الاغتراب المزمن. تخيلي شخصاً يعيش في دهاليز خرافية كما يصفها النص، معلباً ومسلوب الإرادة. هذا يقودنا مباشرة إلى التساؤل التالي: إذا كانت السلطة تسحق الفرد بهذا الشكل، فكيف سيتعامل هذا الفرد المهشم مع الأفراد الآخرين من حوله؟ وهذا هو صميم المتاهة الوجودية. هنا يستحضر ريبير هابون فلسفة سارتر، وتحديداً مسرحية الجلسة السرية، ومقولته الشهيرة: الجحيم هم الآخرون. الجحيم هم الآخرون، عبارة ثقيلة جداً. ثقيلة وصادمة. في جدلية الذات والآخر، يظهر الآخر كعائق، كمشكلة مستمرة، ولكنه، ويا للمفارقة، هو الحلقة الأهم لنتعرف على ذواتنا. هو المرآة. عجباً، يعني هو العائق والمرآة في الوقت ذاته. وفي ظل هذا الصدام، ريبير هابون يقسم البشر إلى فئتين تتصارعان. نعم، فئة مبدعة مرهفة تبحث عن المعنى والجمال، وفئة نفعية في المقابل. بالضبط. الفئة النفعية تؤمن بالاحتكار والسلطة. تجلي الجمال لديها هو مجرد ربح ونفوذ لا أكثر. وهنا نعود لنظرة سارتر عن الآخر. الكاتب يستشهد بمقولة الغير هو الآخر، الأنا الذي ليس أنا. ويضيف نقطة أعمق من النص: الأنا لا يدرك الغير كما هو في ذاته، بل يدركه كما يتبدى له ضمن حقل تجربته الخاصة. وهذا ما يصفه النص بأنها نظرة اختزالية وإسقاطية. صحيح. الفئة النفعية تسقط مصالحها على الآخر وتختزله في مجرد أداة أو عائق. مالاً، دعينا نتوقف هنا قليلاً. أريد أن أعارض هذه الفكرة. تفضلي، ما الذي يثير تساؤلك؟
إذا كانت نظرتنا للآخر هي بالضرورة اختزالية وإسقاطية دائما، فهل هذا يعني أننا كبشر محكومون بالعزلة الأبدية؟ تساؤل مشروع جدا. يعني أين يذهب الحب إذن؟ أين الاندماج الوجداني الذي يتحدث عنه النص لاحقا؟ ألا يكسر الحب الصادق قاعدة أن الآخر هو الجحيم؟ ما يثير الاهتمام هنا هو أن رابر هبون لا يتركنا في هذا الجحيم. للإجابة على تساؤلك ننتقل للوجه الآخر للعملة، الحب والاندماج الإبداعي. أها، كطوق نجاة وجودي؟ بالضبط. هربا من هذه النظرة الاختزالية النفاعية، النص يوضح كيف أن العاشق يطمح لأن تتلاشى ذات المحبوب في ذاته. توحد كامل إذن لتجاوز الأنانية. نعم، ولكن الكاتب دقيق جدا هنا. هو يقول إن الاندماج مع الذاكرة هو غير ذلك الاندماج المتحقق في العلاقة الوجدانية بين الرجل والمرأة. يشير إلى الارتقاء بالوعي التحصيلي للمعرفي، يعني هو يتجاوز التنازع ليصل إلى حقيقة الوجود الحر المحكوم بالجمال. صحيح، المعرفي يبدع ويندمج ليتجاوز التشيع. والجميل هنا أن ريبر هابون لا يرى الإبداع كمجرد ترف فني، بل كآلية دفاعية. بالتأكيد، آلية دفاعية لحماية الروح من تلك الفئة النفعية التي تستعبد الجمال وتقصيه. وهذا يذكرنا باقتباس رائع من النص يقول: الحكمة هي ابنة الجمال الكامن في الوجود. ولا ننسى دور النقد. الكاتب يعتبر النقد جزءاً مكملاً للإبداع، هو المشرط الذي يفكك ثنائيات مثل الوجود والموجود والفلسفة وشارحها. إذن الفن والحب والنقد هي أدوات مقاومة، لكن لنكن واقعيين ونتخلى عن المثاليات للحظة. ما الذي تخشين؟ الاقتصاد والسلطة، أي الفئة النفعية، على الإرادة المعرفية. هنا نصل إلى الانهيار. النتيجة الحتمية هي الحروب، وهنا يصل تشييع الآخر إلى أقصى وأبشع صورة ممكنة. صدمة الواقع حقاً. رايبر هاثبون يحلل الحروب، وطبعاً نحن ننقل طرحه هنا بحيادية تامة كما ورد في النص. بالتأكيد، هو يرى أن الحروب تشن بزعم تغيير الأنظمة، لكنها في الواقع لا تجلب سوى الفوضى والضجيج. التغيير الحقيقي يحتاج إرادة جماهيرية واعية وليس دبابات. وهنا يجب أن نستحضر الاقتباس الصادم الذي أورده الكاتب ليوحنا جي ستوسينغر. نعم، حول التبرير الأخلاقي الخاضع للحروب. بالضبط. يقول كلا الطرفين سيدعون أن الأخلاق هي مبرر قتالهم، ويضيف أن قرار الحرب يعتمد على تقييم مفرط في التفاؤل لنتائج القتال. تقييم مفرط في التفاؤل، هذه العبارة وحدها مخيفة، لأنها تتجاهل الدماء البشري كلياً. وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. دعينا نربط أفكار ستوسينغر بسارتر. تقصدين الربط بين التفاؤل المفرط والنظرة الاختزالية؟ تماماً. هذا التفاؤل المفرط والمبرر الأخلاقي الزائف ما هما إلا نتيجة مباشرة لتلك النظرة الاختزالية السطحية للآخر. يعني القادة لا يرون بشراً بل يرون أرقاماً. بالضبط. يحولون البشر إلى وقود وإلى أشياء في مغامرة اقتصادية مجردة تعود أرباحها لمافيات الاقتصاد. وهذا يعيدنا بقوة لمقولة سارتر في النص أن العلاقة بين الأنا والآخر هي علاقة تشيؤية، مادام أن كل منهما يتعامل مع الآخر فقط كجسم أو كموضوع أو كشيء لا تربطه به أي صلة. في الحرب التشيؤ يصبح مطلقاً. وفي خضم هذا التشيؤ المطلق ريتشارد هابون يسلط الضوء على نقطة شديدة الإيلام. معاناة المرأة في الحرب. نعم، يقول النص صراحة: نجد التركيز على معاناة المرأة في الحرب كونها تحتمل كل تداعيات ونتائج الحروب التي يصنعها الرجال. يا لها من عبارة! هي التي تضمد الجراح وتذود عن الأبناء الجرحى وتحمل عبء مجتمع منهار بسبب صراعات الفئة النفعية. هي تدفع الثمن الأكبر لتحول الإنسان إلى مجرد شيء ولانهيار قيم المعرفة والجمال. لقد كانت رحلة سريعة ولكن شديدة العمق. بدأناها من قمع السلطة الشمولية للفرد وتحويله لقطيع،
مروراً بجدلية الأنا والآخر ومتاهة سارتر الوجودية، ومحاولات الأبداع والحب للنجاة. وصولاً للأسف إلى الهاوية المظلمة، هاوية الحروب وتشيؤ الإنسان كما حللها غيبر هابون. رحلة ثقيلة، ولكن لماذا يجب أن نهتم بكل هذا الفكر؟ لأن هذه المفاهيم ليست مجرد حبر على ورق فلسفي، هي العدسة التي نرى بها حياتنا اليومية. صحيح. يجب أن نتساءل كيف ننظر لمن حولنا؟ هل نراهم كعقبات وجحيم، أم كأشياء وأدوات لتمرير مصالحنا، أم كمرآة نرى فيها جمال وجودنا البشري؟ أسئلة تضعنا وجها لوجه أمام ذواتنا. وإذا كان لي أن أختتم هذه الرحلة التحليلية بفكرة أخيرة نتركها للتأمل. تفضلي. إذا كانت الأنظمة الشمولية وحروب المصالح تتغذى بالأساس على نظرتنا الاختزالية والسطحية للآخر، فهل يعقل أن يكون الفعل الأكثر ثورية وتمرداً على الإطلاق في عالمنا اليوم؟ ليس رفع الشعارات، بل ببساطة المحاولة الجادة والصادقة لفهم العالم الداخلي لشخص آخر كإنسان كامل لا كشيء. فكرة عميقة جدا تستحق أن نتوقف عندها طويلا. نترككم مع هذا التساؤل أيها المستمعون، على أمل اللقاء بكم في غوص معرفي جديد. دعنا نتخيل مشهداً بسيطاً. لو أن ذراع إنسان كسرت، فالأمر يعني واضح للغاية. صورة واحدة بالأشعة السينية تظهر خطاً أبيض متعرجاً، والطبيب يشير ببساطة ويقول: الكسر هنا. صحيح، مشكلة واضحة جدا، وهناك تشخيص قاطع وعلاج محدد لها. بالضبط. لكن التساؤل المثير هنا: ماذا يحدث عندما يكون الكسر ليس في العظام؟ ماذا لو كان الكسر في بنية الوعي المجتمعي بأكملها؟ يا إلهي، هذا كسر من نوع آخر تماماً. فعلاً، عندما تسحق الأنظمة، دعنا نقول إرادة أفرادها، وتدفعهم نحو هاوية من الفراغ النفسي والحروب العبثية، فجأة تتعطل آلة الأشعة السينية هذه. يعني نجد أنفسنا أمام مشهد شديد الضبابية، شديد التعقيد أيضاً، حيث تتشابك الإيديولوجيات القمعية مع هشاشة النفس البشرية بطرق لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة أبداً. وهذا هذا بالضبط ما يجعل محاولة تفكيك هذا المشهد ضرورة ملحة. ليس مجرد طرف فكري، صحيح؟ قطيعاً، ليس ترفاً فكرياً. نحن لا نبحث عن كسور مادية يسهل تجبيرها بجبيرة طبية، بل نحن نحاول فهم الآليات الخفية التي تصيغ سلوكنا وتشوه علاقاتنا، وتدفعنا أحياناً إلى تدمير بعضنا البعض دون أن ندرك حتى كيف بدأ كل هذا. بالضبط. وهذا يوصلنا مباشرة إلى هدفنا اليوم. في هذا الغوص المعرفي، نحن ننطلق في رحلة تحليلية عميقة جداً، نستكشف أطروحات فلسفية ونفسية مكثفة. والمصادرنا اليوم غنية للغاية، يعني نحن نعتمد بشكل أساسي على مقتطفات دسمة من نص الإرادة المعرفية في مواجهة القمع للكاتب ريبر هابون، صحيح؟ وهو مأخوذ من كتاب الحب وجود والوجود معرفة. نعم، ولأن المشهد كما تفضلت معقد ويحتاج لعدسات متعددة، سنستعين بإضاءات فلسفية شديدة العمق من جان بول سارتر. سارتر طبعا حاضر بقوة هنا. وأيضا سنتوقف عند تحليلات تاريخية ليوحنا جي إستوسينجر. صحيح، لنفهم الصورة الكبرى للحروب والنزاعات. طيب، مهمتنا اليوم هي تتبع مسار هذا الكسر المجتمعي خطوة بخطوة. يعني كيف يتحول عقل الفرد إلى مجرد ترس في آلة شمولية؟ ولماذا يصبح الآخرون بمثابة جحيم لنا؟ وكيف تنتهي كل هذه السلسلة من التشوه النفسي بتحويل مجتمعات بأكملها إلى وقود للحروب؟ ما يلفت الانتباه في هذه المادة أنها تبدأ من الجذر الأساسي، من أصغر وحدة بناء في أي حضارة، وهي العقل الفردي. الأفراد أولاً، نعم. وهناك طرح جريء جدا في بداية النص حول وظيفة المفكر، أو ما يطلق عليه النص اسم المعرفي. المعرفي، تقصدين الباحث أو المثقف العضوي؟ بالضبط. الفكرة المحورية هنا هي أن دور هذا المعرفي لا ينبغي أبداً أن يكون مجرد البحث عن التعايش السلمي داخل المجتمعات. طيب، مهلاً، دعنا نتوقف عند هذه النقطة بالتحديد، لأنها تبدو مستفزة بعض الشيء. تفضل.
يعني هل يمكن أن يكون التعايش السلمي أمراً سلبياً؟ نحن نقرأ دائماً أن السلام والتعايش هما أسمى الأهداف التي تطمح لها البشرية. هذا التساؤل في محله تماماً، وهو يقودنا لجوهر الإشكالية التي يطرحها النص. لماذا يتم التقليل من قيمة السلام لصالح ما يسمى باستعادة الفضيلة أو كما ورد تغيير الحركة التاريخية؟ أليس هذا طموحاً مثالياً قد يفقدنا حتى حالة الهدوء المؤقتة التي نملكها؟ شوف، التعايش السلمي في سياق بيئة قمعية أو نظام شمولي هو في الحقيقة ما يمكن تسميته بالسلام السلبي. سلام سلبي؟ نعم، إنه ليس سلاماً مبنياً على العدالة أو الوعي الحقيقي، بل هو ببساطة استسلام مقنع. استسلام يرتدي قناع السلام. بالضبط، إنه أشبه، دعنا نقول، بالتعايش مع مرض مزمن ينهش في الجسد. يعني المريض هادئ ولا يصرخ من الألم، لكنه يموت ببطء. تشبيه مرعب لكنه دقيق. ما يتم طرحه هنا هو أن المفكر الحقيقي لا يرضى بهذا الصمت المجتمعي الذي يفرض إما بقوة الترهيب أو بحملات التسطيح. المفكر يسعى للسلام الإيجابي. وهذا يتطلب إيجاد حلول جذرية تستعيد الفضيلة كمبدأ، صحيح؟ نعم، حلول تغير مسار المجتمع المقموع من كونه مجرد التابع المستهلك إلى مجتمع حيوي ومبتكر. النص يقدم مقارنة قاسية جدا هنا. جدا، مقارنة بين مجتمعات متقدمة تبتكر البدائل باستمرار لأن عقول أفرادها حرة، وبين مجتمعات تابعة تغلق أبوابها أمام أي حيوية فكرية، وتترك أفرادها للأسف عالقين في فجوة سحيقة بين فئة تحتكر كل شيء وفئة أخرى تتلاشى وتفقد حتى قدرتها البسيطة على الحلم. الانغلاق أمام الحيوية الفكرية. هذا التعبير تحديداً يستدعي إلى ذهني صورة محددة للغاية لتفسير كيف يتم هذا القمع نفسياً. ما هي هذه الصورة؟ أتخيل السلطة القمعية بكل إيديولوجياتها الصارمة وكأنها، دعنا نقول، مصنع تعليب ذهني عملاق. مصنع تعليب ذهني. هذا تشبيه مثير. لنقف عند هذا التشبيه قليلاً. تخيل خط إنتاج تمر عليه عقول بشرية طازجة، مليئة بالأفكار المتضاربة والأسئلة المتمردة والألوان المعقدة. أفراد طبيعيون يعني. نعم، ماذا يفعل هذا المصنع؟ هو لا يمكنه ترك هذه العقول كما هي، لأنها تمثل خطراً على استقراره ونظامه. طبعاً التفكير الحر هو العدو الأول للشمولية. لذا يقوم هذا المصنع بتفريغ هذه العقول من محتواها النقدي، يضغطها ثم يضعها في علب معدنية متشابهة تماماً ومختومة بشعارات براقة وطقوس سطحية لا تقبل أي نقاش. والنتيجة هي هذا القطيع. بالضبط، يتحول المجتمع إلى قطيع متجانس من الخارج لكنه أجوف تماماً من الداخل. ولكن طيب، هنا يبرز سؤال خطير. تفضل. إذا كانت هذه الآلية ساحقة ومحكمة إلى هذا الحد، والنص يقول إنها تؤدي إلى عاهات نفسية وحالة اغتراب مزمنة، كيف يمكن لأي فرد أن ينجو؟ السؤال جوهري. يعني هل توجد مساحة صغيرة، مساحة واحدة فقط، داخل هذه العلبة المعدنية المظلمة تسمح للمعرفي بأن يفكك هذا المصنع من الداخل؟ الآلية التي وصفتها للتو بمصنع التعليب هي تجسد تماماً ما يعرف في هذه الأطروحات بإخصاء العقل. إخصاء العقل، مصطلح ثقيل جداً. نعم، ولكي نفهم كيف ينجو الفرد من هذا الإخصاء، يجب أن نغوص أولاً في الآلية النفسية لهذا الاستنزاف. كيف تحدث إذن؟ الإيديولوجيات الشمولية لا تفرض سيطرتها بالحديد والنار والاعتقالات فقط، هذا الأسلوب القديم، بل هي تعتمد بشكل أكبر على استراتيجية التفاهة والتسطيح. ملء الفضاء بالضجيج. بالضبط، هي تملأ الفضاء العام بالشعارات الجوفاء بحيث لا يتبقى للفرد أي حيز ولو بسيط للتأمل الهادئ. يعني يتم محاصرته بالضجيج حتى ينسى كيف يفكر. صحيح. الإنسان بطبيعته يولد بطاقة لا محدودة للابتكار، ولكن عندما يواجه هذا التعسف الذي يحدد له مسبقاً ماذا يجب أن يؤمن به وماذا يجب أن يقول، ماذا يحدث لهذه الطاقة؟ ترتد إلى الداخل، تتحول إلى إحباط مزمن وفشل وشعور قاتل بالاغتراب عن الذات. يا إلهي، طاقة الابتكار تتحول لسم داخلي. تماماً.
أما عن مساحة النجاة الوحيدة التي سألت عنها، فهي تكمن في تفعيل ما يسمى بالوعي الفردي. الوعي الفردي. تقصد أن المعركة الحقيقية يجب أن تبدأ في الداخل قبل الخارج؟ بالضبط. الأنا أو الذات الواعية هي ذلك الجزء الصغير الذي يتمرد عن عملية التعليب. النجاة تبدأ بفعل القراءة إذن، وبالتأمل؟ نعم، بصبر أغوار النفس والعالم. شوف، عندما يكود الفرد في معرفة ذاته، فإنه يبني جداراً عازلاً بينه وبين شعارات القطيع. يعني تفكيك المصنع لا يبدأ بالضرورة بحمل الفؤوس وتحطيم الآلات الكبرى في الساحات العامة. لا أبداً، هو يبدأ برفض الفرد داخلياً لأن يكون مجرد علبة متشابهة. بمجرد أن يدرك الإنسان حالة الخواء التي يراد له أن يعيش فيها، تتولد لديه هذه الإرادة المعرفية. الإرادة التي تقف نداً للإرادة القمعية. بالتمام. طيب، هذا يطرح تحدياً نفسياً هائلاً. كيف ذلك؟ يعني بمجرد أن يمتلك هذا الفرد وعيه المستقل ويدرك، ويا للمأساة، أنه يعيش داخل هذا المصنع الكئيب، سيشعر حتماً برغبة في التواصل، صحيح؟ سيبحث عن أفراد آخرين يشاركونه هذا الوعي. وهذا طبيعي، الإنسان كائن اجتماعي. وهنا نصل إلى المأزق الأكبر. هذا الفرد لا يعيش في فراغ، بل هو محاط بملايين من تلك العلب المعدنية المغلقة. نعم، العلب التي تتشابه في الخواء. وهذا يأخذنا منطقياً إلى تفكيك العلاقة مع الآخر، وهو بصراحة ربما من أكثر المواضيع الشائكة التي تناولتها هذه القراءة، خاصة مع استدعاء فلسفة سارتر هنا. بالضبط. المقولة المرعبة للفيلسوف جان بول سارتر من مسرحيته الشهيرة الجلسة السرية: الجحيم هم الآخرون. شوف، هذه المقولة تحديداً تعرضت لظلم تاريخي كبير جداً في تفسيرها السائد. كيف؟ نحن دائماً نستخدمها لنبرر رغبتنا في الانعزال. صحيح، عادة ما تستخدم لتبرير كراهية البشر والهروب منهم. لكن المعنى الفلسفي في هذا النص أعمق وأكثر تعقيداً بكثير. يعني سارتر لا يقول إن الجحيم هو أن يزعجك شخص ما في الشارع أو مديرك في العمل؟ لا، ليس هذا السطح من الإزعاج. ما يتم طرحه هنا هو أن، كما ورد، الغير هو الآخر، الأنا الذي ليس أنا. الأنا الذي ليس أنا، عبارة تحتاج لتفكيك. دعني أوضحها. العلاقة بيننا وبين الآخرين في أغلب الأحيان وتحت وطأة هذا التسطيح المجتمعي هي علاقة تشيؤية. تشيؤية؟ من مصطلح الشيء؟ نعم، من الشيء. ماذا يعني ذلك؟ يعني أننا بطبيعتنا ننظر إلى الآخرين ونحكم عليهم بناء على مظاهرهم أو وظائفهم أو أخطائهم العابرة. نختزلهم. بالضبط، نختزلهم في قوالب جامدة جدا. نحن نعامل الآخر كشيء أو موضوع يخضع لتقييمنا السطحي، ونجرده تماما من تعقيده الإنساني المخفي في أعماقه. وفي نفس الوقت الكارثة أن الآخر يفعل بنا الشيء ذاته. تماما، هذا هو الجحيم المتبادل. النظرة الاختزالية. هذا يذكرني بتلك المرايا العجيئة في مدن الملاهي، هل تعرفينها؟ المرايا المقعرة والمحدبة التي تضحك الأطفال؟ بالضبط. دعونا نفكر في الآخرين وكأنهم هذه المرايا. الإنسان بطبيعته يحتاج بشدة للوقوف أمام المرآة ليرى نفسه، ليعرف كيف يبدو في هذا العالم. صحيح، نحن نحتاج لانعكاسنا. نحن نذهب للآخرين بحثاً عن هذا الانعكاس. لكن الكارثة التي يطرحها هذا التحليل هي أن المرآة التي يقدمها لنا الآخرون هي مرآة مشوهة تماماً. انعكاس غير حقيقي؟ نعم، الانعكاس الذي تعيده لنا مبني على تصوراتهم هم، على سطحيتهم، وعلى القوالب الجاهزة التي يضعوننا فيها. يعني إذا أخطأت مرة، فالمرآة ستعكسك كشخص فاشل للأبد. وإذا أظهرت ضعفاً لحظياً ستعكسك كشخص مهزوز. ولكن طيب، هنا يبرز تناقض غريب جداً في الطرح. ما هو؟ رغم أن هذه المرآة مشوهة وتتعامل معنا كأشياء، ورغم أن هذا التشييع يمثل عائقاً يزرع الأهوال في طريقنا كما يصفه النص، إلا أن هناك إشارة إلى أننا مدينون لهذا الجحيم بالفضل. نعم، مدينون له بالفضل. كيف يستقيم هذا؟ كيف يمكن للمرآة المشوهة التي تسطح وعينا أن تكون مفيدة
لتطورنا الفكري؟ سؤال ممتاز. ببساطة، لأن هذه المرآة بكل تشوهاتها وقسوتها هي التي تخلق في داخلنا شرارة التمرد. شرارة التمرد؟ تخيل لو كانت كل المرايا تعكس لنا ما نريد رؤيته بالضبط. سنكون سعداء جدا. سعداء، نعم، ولكن عشنا في حالة من الخضر اللذيذ والرضا الزائف، ولما تبلورت لدينا أي شخصية مستقلة عن محيطنا. فهمت. التناقض العجيب هنا هو أن صدامنا مع نظرة الآخر السطحية لنا هو ما يخلق الأنا. بالضبط. عندما يعاملك الآخر كشيء، كأداة أو كقالب جامد، يتولد في داخلك غضب وحنق ورفض عميق. وهذا الغضب حيال قوة التشويه هو يعني الوقود الحيوي الذي يشحذ الإرادة المعرفية. صحيح. نحن نكتشف من نحن تحديداً من خلال رفضنا القاطع للصورة التي يحاول الآخرون إلباسنا إياها. يعني الوعي الفردي يتأسس على هذه الجدلية القاسية: أنا لست ذلك الشيء الذي تراه أنت. نعم، والإبداع كله يولد من رحم هذه المعاناة بالتحديد، من محاولتنا المستمرة لإثبات أننا أكثر تعقيداً وجمالاً مما تعكسه مرايا الملاهي تلك. إذن الاحتكاك هو الذي يولد الحرارة التي تبقي الوعي حياً في مواجهة القمع. تماماً. لكن لنكن واقعيين قليلاً. لا أحد ولا حتى أقوى الفلاسفة يستطيع العيش في ساحة المعركة النفسية هذه إلى الأبد. صحيح. طاقة الإنسان محدودة. الإنسان يبحث دائماً عن ملاذ، عن مساحة آمنة لا يعامل فيها كشيء أبداً. وهذا الملاذ يتمثل عادة كما نعرف في الحب العاطفي أو في الاندماج الإبداعي مع الفن. الحب والفن كملاذ للهروب من تشييء الآخرين؟ نعم، نحن نعتقد أو نأمل أن الحب هو المساحة التي يسقط فيها هذا التشييء تماماً، أليس كذلك؟ هكذا نأمل، نعم. لكن الطرح الذي بين أيدينا يخوض في هذا الملاذ ويفككه بطريقة صادمة بعض الشيء. نعم، النص يقدم تشريحاً دقيقاً ومؤلماً لما يسمى بتناقض الحب. كيف يتناقض الحب مع نفسه؟ شوف، عندما نطع في الحب نسعى بشكل غريزي للاندماج التام مع المحبوب. نريد أن نمحو الحدود القاسية بين الأنا والآخر. العاشق يطمح لأن يصبح واحداً مع من يحب للهروب من قسوة العالم الذي يعامله كشيء. بالضبط. لكن التحليل هنا يشير إلى معضلة نفسية خفية جداً. لحظة تحقق هذا التوحد والاندماج التام، فإن العاشق يفقد شخصية المحبوب المستقلة. وتستعيد الأنا عزلتها من جديد؟ نعم، لأن الرغبة في التوحد التام تحمل في طياتها وبشكل لا شعوري رغبة في تملك وعي الآخر واحتوائه بالكامل، مما يلغي حريته التي أحببناها في المقام الأول. يا إلهي! وهذا هو تناقض الحب. محاولة الهروب من التشييء تنتهي بتشييء من نحب بانفلاكه. هذا يحتاج لتوضيح أكثر. يمكننا تشبيه هذه الحالة بمحاولة فنان مزج لونين رائعين من الطلاء. كيف ذلك؟ لنقل إن لدينا لوناً أزرق صافياً ولوناً أصفر مشرقاً. كل لون منهما يمتلك هويته وجماله الخاص وتأثيره الواضح. صحيح. إذا أردنا في سياق هذا الحب المندمج أن نمزجهما تماماً بحيث لا يتبقى أي فاصل بينهما، ظناً منا أننا سنحصل على، دعنا نقول، سوبر لون يجمع سحر الأزرق والأصفر معاً، سنحصل على الأخضر. بالضبط. ما يحدث فعلياً هو أن اللونين الأصليين يختفيان تماماً ويظهر لون جديد كلياً وهو الأخضر. الرغبة العارمة في المزج التام أدت للأسف إلى طمس الهويات الأصلية للألوان. تشبيه بليغ جدا. ذوبان الهوية في سبيل الاندماج. طيب، إذا كان هذا هو مصير الحب العاطفي المفرط، فكيف يتعامل المبدع أو المعرفي مع رغبته الملحة في الاندماج والهروب من العالم الموحش؟ المبدع يجد ضالته في اندماج من نوع مختلف تماما. ما هو؟ الاندماج مع القضايا الإنسانية، مع البيئة المحيطة، ومع الذاكرة الجمالية للوجود بأسرته. اندماج لا يتطلب ابتلاع الآخر. صحيح. هذا الاندماج لا يلغي ذات المبدع ولا هويته، بل يوسعها. هو مسعى حقيقي لتحقيق الجمال والحكمة. ولكن هناك اصطدام آخر؟ دائما. هنا نصل إلى صدام حتمي آخر في النص. الإبداع
الذي يبحث عن الجمال والحياة الفطرية والتناغم يصطدم بجدار إسمنتي ضخم جداً. ماذا يسمى هذا الجدار في الأطروحات؟ يسمى بالعبقرية النفعية. العبقرية النفعية. مصطلح مثير ومربك. هل نتحدث هنا عن العقلية الرأسمالية المفرطة أو النظرة المادية البحتة للأشياء؟ هذا جزء كبير منها، نعم. هناك انقسام بشري واسع يطرح هنا كقاعدة لهذا الصراع. ما هما طرفا هذا الانقسام؟ من جهة، هناك فئة مرهفة باحثة ومبدعة تنشد الهدوء وتستنبط قوانينها من تأمل الطبيعة ومكنونات النفس. وفي المقابل تقف الفئة النفعية التي تقدس الاحتكار وتهتم فقط بالنفوذ وتخضع كل شيء بلا استثناء لحسابات الربح والخسارة. الاختلاف بينهما جذري إذن في أبسط المفاهيم، حتى مفهوم الجمال سيختلف. تماماً. بالنسبة للمبدع، الجمال قد يكون في لحظة تأمل هادئة لغابة كثيفة، في التناغم الدقيق لأشجارها مع حركة الرياح. جميل. أما بالنسبة للعبقرية النفعية، في كمية الأخشاب التي يمكن استخراجها من هذه الغابة وبيعها في السوق. يا إلهي، النفعية تنظر للعالم كمخزن للموارد فقط. وللبشر أيضاً، تنظر للبشر كأدوات لتحقيق أهدافها. طيب، إذا استمرت هذه العقلية النفعية في النظر لكل شيء حتى للبشر كأخشاب وموارد قابلة للبيع، فهذا يطرح سؤالاً مرعباً. ما هو؟ هل الفن والحب والوعي المعرفي بأكمله محكوم عليهم مسبقاً بالخسارة الحتمية في عالم تقوده الأرقام والمصالح المادية الجافة؟ الطرح هنا لا يتجه نحو هذه السوداوية المطلقة لحسن الحظ. هذا مطمئن. كيف إذن؟ النص يرى أن هذا التنازع المستمر والصراع بين الإبداع والنفعية هو بالضبط ما يمنح المسعى الإبداعي معناه وجمالياته الحقيقية. يعني لولا الظلام لما عرفنا قيمة النور. بالضبط. الوجود يبدو كالنعيم للمبدع لأنه يمتلك الوعي، ووعيه يتألق ويشتد حين يقاوم هذا المد النفعي. فهمت. لو لم تكن هناك قوى نفعية تحاول تسطيح الحياة بقسوة، لما برزت الحاجة الماسة للفكر الإنساني والفلسفة والأدب في المقام الأول. صحيح. ولكن شوف، هناك تحذير بالغ الأهمية يتم توجيهه للباحثين عن الحقيقة في هذا المسار. تحذير من ماذا؟ إياكم والانقياد المطلق لطرف واحد فقط. تقصدين التوازن؟ نعم، الانقياد للعقل المادي الجاف يحولنا لآلات صماء، وفي المقابل الانقياد للعاطفة المطلقة المنفلتة يفقدنا التوازن والقدرة على الفعل. يعني الفرد يحتاج لمساحة تتجاوز هذه القوالب الصارمة ليجد إنسانيته الحقيقية ويفعلها. تماماً. طيب، هذا التنازع يبدو، دعنا نقول، مقبولاً بل ومحفزاً عندما نتحدث عنه في إطار الفرد والمجتمع المحلي. صحيح، صراع أفكار. لكن ماذا يحدث عندما يخرج هذا الصدام عن السيطرة تماماً؟ ماذا تقصد؟ ماذا يحدث عندما تنتصر العقلية للنفعية، ليس فقط في التعامل مع الأشجار والغابات، بل في التعامل مع مصائر الشؤون بأكملها؟ هنا ننتقل لمستوى آخر تماماً. نعم، عندما تصبح هذه النظرة الاختزالية التشييئية هي المحرك الأساسي لسياسات الدول والأنظمة العابرة للقارات؟ الجواب المنطقي للأسف هو الكارثة المطلقة. إنها الحروب، وهو بالضبط ما تتناوله القراءات في محطتها الأكثر دموية والأكثر قتامة. نحن الآن ننتقل كما أرى من تشييء الفرد في علاقاته اليومية البسيطة إلى تشييء شعوب ودول بأكملها. تماماً. عندما تتجرد العلاقات الإنسانية من أبعادها الحقيقية ويصبح الإنسان مجرد رقم بسيط في معادلة اقتصادية أو سياسية كبرى، فإن تحويله إلى مجرد ضحية أو وقود للحرب يصبح مسألة وقت لا أكثر. هناك إشارة واضحة جداً في النص للتدخلات الخارجية والحروب التي فرضت تاريخياً على مناطق معينة، مثل الشرق الأوسط مثلاً؟ نعم، بحجة ما يسمى تغيير الأنظمة أو جلب الديمقراطية. وما هو رأي التحليل المرجعي في هذا؟ التحليل يقرر بشكل قاطع أن هذه التدخلات الخارجية التي تدعي إنقاذ الشعوب المقهورة لم تجلب في الواقع سوى فوضى عارمة وضجيج واستبدال مأساة قديمة بمأساة أخرى أكثر قسوة.
حجة التدخل لتغيير الأنظمة أو الإصلاح الخارجي تذكرني بشخص أحمق يجد أمامه ساعة ميكانيكية شديدة التعقيد. ساعة معقدة؟ نعم، ساعة تعمل بتروس دقيقة جدا تداخلت وتفاعلت عبر مئات السنين من الثقافة والتاريخ المتراكم. طيب. هذه الساعة بها عطل ما في أحد تروسها، فماذا يفعل هذا الشخص الذي يدعي الإصلاح؟ بدلاً من فهم آليتها المعقدة وتاريخها، يحضر مطرقة حديدية ضخمة ويضرب بها الساعة بكل قوة. يا إلهي، بحجة ماذا؟ بحجة إصلاحها. هو فعلياً حطم الهيكل الداخلي بأكمله والتاريخ كله بحجة إزالة ترس عاطل. تشبيء المطرقة والساعة دقيق ومؤلم في آن واحد، ويوضح عبثية التدخل الخارجي. القراءة هنا تؤكد بقوة على مبدأ جوهري، أليس كذلك؟ بلى، وهو أن التغيير الحقيقي والوحيد الفعال في أي مجتمع لا يمكن أبداً أن يستورد على ظهر دبابات، بل يجب أن ينبع من أين؟ يجب أن ينبع حصراً من الإرادة الجماهيرية الواعية، من الوعي الجمعي الذي ينضج تدريجياً داخل نسيج المجتمع ذاته رغم بطء العملية. ولتفسير كيف تقنع هذه القوى الكبرى نفسها باستخدام هذه المطرقة المدمرة، نرى استدعاء لافتاً للمؤرخ يوحنا جي ستوسينجر. نعم، اقتباساته عميقة جدا في سياق حديثه عن الأسباب النفسية لذهاب الأمم للحروب. ماذا يقول ستوسينجر؟ هو يسلط الضوء على آليتين نفسيتين خطيرتين جدا لدى صناع القرار قبل بدء أي حرب. ما هي الآلية الأولى؟ التفاؤل المفرط بالنتائج. التفاؤل المفرط في الحرب؟ نعم، كل طرف يعتقد يقيناً أنه سينتصر بسرعة قياسية وبأقل تكلفة ممكنة، متجاهلاً تماماً حقائق التاريخ التي تؤكد أن الحروب تستنزف الأجيال لعقود. والآلية الثانية؟ سوء التقدير الكارثي لنوايا العدو وقدراته الحقيقية. نحن نختزل العدو أيضاً. ولكن أعتقد أن هناك ما هو أخطر من هذا وذاك في كلام ستوسينجر. ما هو؟ هو أن في كل حرب كلتا الجهتين تخرج لادعاء احتكار كامل للأخلاق والفضيلة كمبرر أساسي للقتل والدمار المتبادل. نعم، الكل يقاتل باسم الله أو الأخلاق. لحظة، هذه نقطة محورية وتدعو للارتباك حقاً. كيف؟ إذا كان كل طرف يرسل آلاف البشر إلى ساحات المعارك ليموتوا، وهو مقتنع يقيناً بأنه يدافع عن الأخلاق والعدالة المطلقة، ألا يجعل هذا فكرة الأخلاق نفسها مجرد أداة خطيرة لتبرير أسوأ الكوارث؟ هذا هو الاستنتاج المرعب الذي ينكشف أمامنا بوضوح هنا. يعني ألا يتحول مصطلح الأخلاق إلى قناع لامع ترتديه العقلية النفعية لغسل أدمغة الجماهير ودفعهم للقتال بسعادة؟ بالضبط، الأخلاق في سياق الحرب النفعية تفرغ تماماً من محتواها الإنساني. وتصبح ماذا؟ تتحول إلى مجرد شعار تعبوي، تماماً كالشعارات الملصقة على تلك العلب المعدنية التي تحدثنا عنها في البداية لتسويق القطيع. يا إلهي، دائرة مغلقة من التسطيح. يتم تسطيح كل شيء. الجيوش على الأرض لا ترى بشراً في الطرف الآخر، بل ترى مجرد أهداف مادية يجب إزالتها من الطريق. وهذا هو أقصى بل وأبشع مراحل التشييء وسلب الإنسانية الذي حذر منه سارتري وغيره. والنتيجة الحتمية: يتحول المجتمع بأسره إلى وقود يستهلك في ماكينة ضخمة تديرها مصالح وأطماع، أو كما يطلق عليها في النص أرباب الاقتصاد ومافياته. صحيح. وفي وسط هذه الماكينة الطاحنة والعبثية يتم تسليط الضوء على الضحية الأكبر في كل هذا الصراع. من هي الضحية التي تتحمل التداعيات الأطول؟ النص يخص بالذكر معاناة المرأة بشكل أساسي ومؤثر جداً. النساء في الحروب. نعم، هي الكائن الذي يجد نفسه مضطراً لاحتمال التداعيات الأقصى لحروب يصنعها الساسة النفعيون في الغالب. هي من تترك لجمع الحطام. بالضبط، هي من تذود عن الأبناء الجرحى وتحاوي بشراسة لملمة بقايا الإنسانية وترميم ما حطمته مطارق الحرب الغبية وسط الخراب المادي والنفسي الممتد لسنوات.
وهنا شوف تتجلى مسؤولية كبرى يضعها النص على عاتق المعرفي والمفكر والمبدع وعلى العلوم الإنسانية قاطبة. ما هي هذه المسؤولية؟ لا ينبغي أبداً أن يقتصر دورهم على إحصاء أعداد الضحايا كأرقام أو حساب حجم الدمار الاقتصادي للمباني. لأن هذا ما تجيده الفئة النفعية التي تعشق الأرقام. بالتمام، دور المفكر الحقيقي هو الغوص في عمق هذه المعاناة البشرية. رصد الأبعاد النفسية والوجودية للحرب. نعم، من خلال فهم جدلية الذات والآخر وكشف كيف أدت النظرة الاختزالية التي تبدأ من نظرة بسيطة لتسويغ هذا الاستنزاف البشري المروع في النهاية. طيب، لو حاولنا الآن أن نأخذ خطوة للوراء وننظر إلى الصورة الكاملة التي رسمناها معا في هذه الرحلة التحليلية المكثفة، سنرى مشهداً مترابطاً جداً. نعم، لقد تتبعنا مساراً يبدأ من الداخل المظلم للفرد وينتهي بانفجار خارجي هائل يبتلع دولاً. بدأنا من محاولة السيطرة على العقل الفردي عبر أنظمة قمعية تسعى لتعليبه، أليس كذلك؟ صحيح، أنظمة تسعى لتفريغه من وعيه. ثم انتقلنا إلى أزمة هذا الفرد عندما يصطدم بالمجتمع وبالآخر، حيث يجد نفسه عالقاً في مرايا مشوهة تختزله وتتعامل معه كشيء بلا روح. حتى عندما يحاول الهروب نحو الملاذات الآمنة، نحو الحب والفن والإبداع. وفي النهاية الكارثية، رأينا كيف أن هذه العقلية النفعية التي تختزل البشر عندما تتسيد المشهد العام وتتحكم في مستوى الدول، فإنها تقود الحشود المفرغة من الوعي بشكل حتمي نحو حروب دموية وعبثية مغلفة بشعارات أخلاقية زائفة. المشهد يبدو مترابطاً بشكل مرعب فعلاً. غياب الوعي والتأمل لا يضر الفرد وحده في غرفته المغلقة. لا أبداً، بل يحول الوجود كله كما ذكرنا إلى ساحة استنزاف كبرى للجميع. هذا التلخيص يبرز رسالة جوهرية واحدة تتخلل كل هذه المحطات التي مررنا بها، وهي أهمية المعرفة والوعي النقدي. نعم، تفعيل الإرادة الفردية ليست رفاهية يمكننا الاستغناء عنها، بل هي درع النجاة الأخير. يعني في عالم تزداد فيه الميول بشكل مخيف نحو التسطيح وتحويل الإنسان إلى مجرد مستهلك أو رقم إحصائي أو أداة تستخدم في الصراعات والمصالح، يقف العقل النقدي الحي كضمانة وحيدة لعدم الانزلاق في هاوية التشييء ذاته، ولضمان عدم فقدان البوصلة التي تقود الإنسان نحو الحكمة والجمال الحقيقي. حماية الروح ببساطة تبدأ برفضنا القاطع لاختزال الآخرين وتشييئهم، ورفض السماح لهم باختزالنا نحن أيضاً. إنها حقاً دعوة للتمسك بإنسانيتنا المعقدة في وجه آلة التسطيح الجبارة. أتفق تماماً. ولكن، طيب، قبل أن نختتم رحلة اليوم، هذا التحليل الممتد يتركنا مع إشكالية نفسية عميقة جداً تلامسنا في حياتنا اليومية؟ تلامسنا جميعاً، وخاصة عندما نعود لفكرة سارتر عن التشييء والجحيم. أود أن أطرح فكرة أخيرة للتأمل الذاتي. فكرة لا تحتاج لإجابة فورية. بالضبط، بل ربما تحتاج لجلسة مطولة وقاسية مع النفس. تفضل، ما هو التساؤل الاستفزازي الذي تولد من هذه الرحلة العميقة؟ نحن ناقشنا كيف أن الآخرين يمثلون الجحيم لأنهم ينظرون إلينا نظرة اختزالية سطحية. صحيح، يحكمون علينا من الخارج ولا ينفذون أبداً إلى حقيقتنا العميقة، وهذا يسبب لنا الغضب والنفور المبرر. صحيح، هكذا حللنا الموقف. ولكن إذا كان الطرح يؤكد أيضاً أننا لا نستطيع أبداً إدراك الآخر كما هو في ذاته، بل نراه دائماً فقط من خلال عدستنا نحن وتجربتنا الخاصة ونظرتنا الإسقاطية، ألا يثير هذا شكاً مخيفاً؟ ما هو هذا الشك؟ إلى أي مدى يكون هذا الجحيم الذي نشتكي بمرارة من وجوده في تصرفات الآخرين ونظراتهم القاسية هو في الحقيقة وفي جوهره عميق مجرد انعكاس لفراغنا نحن؟ يا إلهي، مجرد صدى لصراعاتنا الداخلية التي نرفض بشدة أن نواجهها بشجاعة، فنسقطها ببساطة على أولئك الذين يقفون أمامنا لنلومهم
هذا التساؤل يعيد توجيه المرآة التي تحدثنا عنها لتنعكف بقوة على أعماقنا نحن. إنه يقلب المعادلة بأكملها ليعيد المسؤولية إلى الفرد أولاً قبل أن يلوم الجحيم الخارجي. ولهذا السبب تحديداً يجب أن نترك هذا التساؤل معلقاً هنا ليأخذه كل منا إلى مساحته الخاصة للتأمل والمواجهة. ختام يستحق التفكير العميق فعلاً. شكراً لهذه الإضاءات في هذه الرحلة التحليلية. العفو، كانت رحلة غنية جداً. نترككم إذن مع هذه الأفكار لعلها تضيء زوايا جديدة في وعينا جميعاً. الخطة الفكرية العميقة. اليوم سنغوص معا في صفحات كتاب الحب وجود والوجود معرفة للمفكر والكاتب ريبير هابون. في هذا العمل الفلسفي الغني، المعرفة ليست مجرد ترف أو إضافة ثانوية لحياتنا، لا، المعرفة هنا تطرح كضرورة وجودية، كطوق نجاة حقيقي ينتشلنا من براثن الفراغ والتبعية. عبر هذه القراءة التي نقدمها بلسان الضاد المبين، سنغوص معا في أعماق الطبيعة البشرية، ونتأمل في تعقيدات الذات وتحديات الآخر، وكيف يمكن للإبداع أن يكون درعنا الأقوى في وجه العبث. دعونا ننطلق في هذه الرحلة الفلسفية الخالصة. حسناً، دعونا نلقي نظرة سريعة على خريطة طريقنا اليوم. رحلتنا مقسمة ل5 محطات، تبدأ بالإرادة المعرفية، ثم ننتقل إلى ثنائية الأنا والآخر، ونعرج على الإبداع والحب، لنصل بعدها إلى الصراع الأزلي بين الجمال والمنفعة، ونختتم بتحليل شامل لمآسي الحروب وويلات المجتمع. لنبدأ فوراً بالقسم الأول، الإرادة المعرفية في مواجهة القمع. هنا يضعنا الكاتب ريبر هون أمام فكرة في غاية الأهمية. النقد والسعي نحو المعرفة هما ليس مجرد فضول عابر، بل هما أداتان حاسمتان لرفض أي إكراه أو سلطوية. يبرز هنا مصطلح المعرفي. فمن هو المعرفي؟ ليس مجرد شخص يقرأ الكتب، بل هو ذلك الفرد الذي يعمل بجهد لكشف الآثار المرضية في الطبيعة البشرية. ولماذا يفعل ذلك؟ ببساطة ليضع حلولا جذرية وكاملة. تخيلوا معي كيف تسعى الأيديولوجيات الشمولية دائما لتعليب الفرد وحصره في شعارات فارغة ليصبح مجرد ترس في آلة أو جزءا من قطيع يعاني من الإغضراب. دور المعرفي هنا يأتي كترياق مضاد، يرفض تهميش العقل وإقصائه، ويسعى لبناء الإنسان من الداخل وتخليصه من هذا الاستلاب. ننتقل الآن إلى القسم الثاني، ثنائية الأنا والآخر، أو كما يطلق عليه جحيم الآخر وعوائقه. هذا البناء الداخلي الذي تحدثنا عنه يقودنا حتما إلى تصادم مثير للاهتمام، حيث تتشابك رغبتنا العميقة في الحرية الفردية مع حقيقة لا مفر منها، وجود أشخاص آخرين يشاركوننا هذا العالم. هوبون يستحضر هنا مقولة الفيلسوف الوجودي جان بول سارتر الشهيرة: الجحيم هم الآخرون. لكن مهلا، لا ينبغي أن نفهم هذا الجحيم على أنه شر مطلق أو شياطين تحيط بنا، بل هو أقرب لمفهوم العائق، العلاقة الشائكة. فالآخر عندما يسعى لتأكيد وجوده الخاص وفرض أسلوب حياته، فإنه يحد بشكل أو بآخر من حريتنا المطلقة، ويفرض قيودا تعرقل تأملنا الخالص لذواتنا. باختصار، الآخر هو الجدار الذي يحول بين الذات واستقلاليتها التامة. إذن نحن أمام حالات من الشد والجذب المستمر. سارتر يعبر عن ذلك ببراعة قائلا: الغير هو الآخر، الأنا الذي ليس أنا. فالأنا تبحث باستمرار عن المعنى والحرية، بينما الآخر يقف كعائق مثالي في مسار هذه الحياة. لكن والمفارقة هنا هو إقرار هيبهن بأن هذا الآخر بالتحديد هو الحلقة الأهم في مسار استكشافنا لذواتنا. فكروا في الأمر، لولا هذا التنازع والاصطدام المستمر بمراءة الآخر، لما تمكنت الذات يوما من إدراك حقيقتها أو فهم وعيها الوجودي وتحديد ماهيتها في هذا الكون الشاسع. وما يثير الاهتمام حقا في هذه النقطة هو ما سنطرحه في القسم الثالث: الإبداع والحب كخلاص وجودي. بدلا من أن يتركنا الكاتب لنحترق في جحيم الآخر الذي تحدثنا عنه، يقدم لنا مخرجا استثنائيا. المسعى الإبداعي والعلاقة الوجدانية هما طوق النجاة. النص هنا يستشهد بمقولة عميقة للمفكر بينيديتو كروتشي: وجوهر الحياة والفن هو جودة اللعب. واللعب هنا ليس عبثا أو مضيعة للوقت إطلاقا، بل هو تحرر من القيود وقدرة مدهشة على إعادة صياغة الواقع بمرونة. الإبداع ليس حالة جامدة، بل هو تفاعل حيوي وديناميكي مع كل ما يحيط بنا. عندما يندمج المبدع مع قضاياه وأدواته، فهو يمارس جودة اللعب الوجودية هذه، محولا التناقضات والقسوة إلى طاقة خلاقة ترتقي بالحياة وتمنحها معانيا جديدة كليا. وكما نرى
هذه العملية تتلخص في خطوات واضحة ومحددة، تبدأ بالتوحد الكامل أو الاندماج مع القضية أو حتى مع المحبوب. في هذه المرحلة يتلاشى تماما ذلك الشعور القاسي بالعزلة، ولكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، ففي النهاية نحن نستعيد عزلة الأنا مجددا، ليس كفراغ هذه المرة، بل كأداة قوية تعبر عن خياراتنا الواعية. هذه الأنا التي بحثت وقرأت وتأملت تعود لتنتج وعيا خالصا بالجمال، وهذا تحديدا هو الخلاص الحقيقي من قيود التبعية العمياء. وهذا ينقلنا بسلاسة إلى القسم الرابع، الصراع بين الجمال والمنفعة. حين يخرج هذا الوعي الفردي ليصطدم بالواقع المجتمعي الواسع، نجد أنفسنا أمام مواجهة حتمية، مساران لا يلتقيان أبدا. من جهة لدينا الفئة المرهفة والمبدعة والتي تؤمن بالحياة الفطرية والقوانين التي تجلب السلام الداخلي وترى أن شمالك معنى أصيل، ومن جهة أخرى تقف الفئة المنفعية، تلك التي يحركها الاحتكار والقوة والسلطة. بالنسبة لهؤلاء الجمال ليس قيمة روحية للتأمل، بل هو مجرد حيازة، أداة للنفوذ والربح. هذا التصادم الصارخ بين الروح الإبداعية والجشع النفاعي هو المحرك الأساسي لمعظم الصراعات التي عصفت بتاريخنا البشري. وبذكر الصراعات نصل إلى القسم الخامس والأخير، مآسي الحروب وويلات المجتمع. عندما تسيطر الفئة المنفعية والنزعات الشمولية بالكامل، يتجلى هذا الصراع في أقصى درجات بشاعته. في هذا السياق يطرح هابيتون تحليلا دقيقا مستعينا برؤية الكاتب يوحنا ستوسنجر في كتابه لماذا تذهب الأمم إلى الحرب. من المثير والمحزن في آن واحد أن نلاحظ كيف يدعي كل طرف في أي نزاع أن الأخلاق هي المبرر الحقيقي لقتاله. الحروب في الغالب لا تبدأ إلا بجرعة مفرطة من التفاؤل الزائف حول النتائج وتصورات خاطئة تماما عن نوايا الخصم. إنها ببساطة مقامرة كبرى تلقي بالمجتمعات إلى الهاوية، مغلفة بادعاءات أخلاقية جاهزة تخفي وراءها أطماعا لا تعرف حدودا. واقع الحرب هذا مرير ومثقل بالتناقضات. انظروا إلى هذه المعطيات. هناك دائما أوهام تباع للناس حول جدوى التدخل الخارجي، والذي في الحقيقة لا يجلب سوى المزيد من الضجيج والافتراءات والفوضى العارمة بدلا من الحلول. في خضم كل هذا تسحق إمكانيات السعادة الهادئة. وهنا يضع النص يده على التفاتة في غاية الأهمية والعمق، فالمرأة هي الكائن الذي يتحمل العبء الأكبر من غطرسة هذه الحروب التي يصنعها الرجال. عندما تذول الأمهات عن أبنائهن الجرحى، نحن نرى أقصى درجات المعاناة البشرية، وهو انعكاس شديد القسوة لعلاقة التشيؤ بين الأنا والآخر في أسوأ حالاتها الممكنة. كل هذه المآسي تقودنا إلى استنتاج حاسم وصريح يطرحه الكاتب: التغيير الحقيقي لا يمكن ولا بأي حال من الأحوال أن يفرض من الخارج، بل هو دائما وليد الإرادة الجماهيرية الواعية. الشفاء المجتمعي يبدأ من الداخل، من إدراك الأفراد لضرورة نفض غبار الاستبداد الداخلي وفك قيود الوصاية، بدلا من التعويل الوهمي على قوى خارجية تحركها فقط مصالحها النفعية الضيقة. النقطة الجوهرية هنا هي أن هذا الدمار الشامل على مستوى الدول يعود في جذوره إلى خلل جزئي وبسيط في نظرتنا الإنسانية. يعيدنا هبون مرة أخرى إلى فكر سارتر ليذكرنا بأن الأنا لا تدرك الآخر كما هو في ذاته، بل تنظر إليه نظرة اختزالية وإسقاطية. باختصار، الإنسان المأزوم يجرد الآخر من إنسانيته وينظر إليه كمجرد شيء لا يثير أي تعاطف. هذا العجز عن تفاهم الآخر والفشل في مشاركته الوجود هو بالضبط البذرة الفاسدة التي تتغذى عليها كل هذه الفوضى والحروب في عالمنا. وفي ختام هذا التحليل المعرفي نجد أنفسنا أمام سؤال فلسفي ملح: كيف يمكن لأي منا أن يسترد إرادته المعرفية في عالم تكاد تحكمه الفوضى والمنفعة البحتة؟ ما يعلمنا إياه ريبر هون في كتابه الحب وجود والوجود معرفة هو أن البداية تكمن في الداخل، تبدأ من وعيك الجميل، من إصرارك على التوحد بالإبداع ورفضك التام لأن تكون مجرد أداة أو جزءا من قطيع. المعرفة هي طوق نجاتك، والحب هو ارتقاؤك نحو المعنى. نأمل أن تكون هذه القراءة قد أضاءت مساحات جديدة للتأمل لديكم، وأشعلت شغف البحث عن الجمال الأصيل وسط ركام هذا العالم.